السلام عليكم طلابنا طلاب ثالثه اعدادي في كل مكان. ان شاء الله النهارده هنشرح اول درس عندك، هناخد اول جزء بس. النهارده هنقسم الدرس على حصتين. النهارده هنتكلم على الجزء الاول من الدرس. الدرس بعنوان يا مستر، الدرس بعنوان موقع ومظاهر سطح قارات العالم الجديد. طبعا قلنا في الفيديو اللي فات ان انا عندي نوعين من الموقع، موقع فلكي وموقع جغرافي، وقلنا ده ايه وده ايه. النهارده هقوله بالتفصيل ان شاء الله. واتكلمنا عرفنا يعني ايه مظاهر السطح اللي هي التضاريس اللي هي بقى الجبال والهضاب والسهول. اول حاجه النهارده هنتكلم عنها ايه هي؟ بنمهد كده ليه الدرس. مستر هو المنهج بتاعي بيتكلم على ايه؟ قال لك بيتكلم على قارات العالم الجديد. طب كم قاره جديده؟ قال لك 4. عندك امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، قاره قطبيه جنوبيه، والانتاركتيكا. او عفوا، ما الانتاركتيكا هي قاره قطبيه جنوبيه. تاني يا مصر، عيد تاني. عندك امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، وعندك الانتاركتيكا، وعندك استراليا. حلو، جميل الكلام ده. فقال لك انا عندي 4 قارات: امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، قاره قطبيه جنوبيه اللي اسمها انتاركتيكا، واستراليا او اسمها اوقيانوسيا. ماشي، حلو. ده بالنسبه يا مستر لتمهيد بس كده على المنهج بتاعي. انا في ثالثه اعدادي هتكلم على كام قاره؟ قال لك بص، انت عندك 3 قارات يا مستر، مش قلت هم 4؟ قال لك اصل القاره ديت هي متجمده وغير مأهوله السكان. يعني ايه متجمده وما فيهاش سكان؟ فانا مش هدرسها، مفيش حاجه اصلا حلوه عندها عشان ادرسها. تمام. فهنتكلم النهارده والمنهج كله على 3 قارات. قال لك تعالى نتكلم شويه كده على حاجه سهله اللي هي مساحه قارات العالم الجديد. بس هي مين اكبر قارات العالم عموما؟ قال لك اسيا. طب مين بعد اسيا؟ قال لك افريقيا. ماشي. طب مين بعدهم بتاعه النهارده اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي امريكا الشماليه. بص يا معلم بقى، امريكا الشماليه دي الثالثه من حيث القارات كلها. لكن لو جه قال لك في الامتحان مين اكبر قارات العالم الجديد؟ اقف شويه كده. دي هي ديت يا مستر هي رقم 1 في الجديد. رقم ايه؟ رقم 1 في الجديد. حلو، عظيم الكلام ده. تمام. قال لك هي ثالث قارات العالم من حيث المساحه بعد اسيا وبعد مين؟ وبعد افريقيا. حلو. مين بعديهم؟ قال لك بعديهم قاره امريكا الجنوبيه الرابعه. ماشي. طب مستر مين بعديهم من حيث الاربعه؟ قال لك الانتاركتيكا او اسمها القاره القطبيه الجنوبيه، هي الخامسه. موجوده فين؟ قال لك اقصى جنوب الكره الارضيه. ما هي اسمها ايه؟ اسمها القاره القطبيه الجنوبيه. فيها سكان؟ لا. متجمده؟ ايوه. طب مين يا مستر اصغر قارات العالم عموما بقى واصغر قارات العالم الجديد؟ قال لك اهي قاره استراليا، هي السبعه، واصغر طبعا ايه؟ اصغر واحده فيهم. ماشي، كده اتكلمنا على المساحه. تعالى بقى دلوقتي بالاستفاضه ونشوف الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. هل يا مستر الارقام عليا؟ انا مش بتاع رياضه، مش هسالك في الامتحان على ارقام. امال هتعمل ايه يا مستر؟ انا همسك الرقم وهستنتج منه معلومه، هطلع منه معلومات، مش هحفظ الرقم. انا مش هحفظ الرقم. ماشي. فقال لك اول حاجه هنتكلم على قاره امريكا الشماليه كموقع فلكي. قال لك بص، قلتها الفيديو اللي فات، هي من كام لكام؟ هي من 7 ونص، 7 درجات ونص. حلو. لحد 83 شمالا. هذا تاني، لقيت الرقمين نفس الاتجاه يبقى كلها في الاتجاه ده. الرقمين نفس الاتجاه يبقى هما فين؟ في الاتجاه ده. يعني هنا مثلا ده وده في الشمال، يبقى كلها في الشمال اهي، كلها في الشمال. طب بالنسبه للموقع الفلكي عرفت خلاص هي في الشمال ولا في الجنوب. طب هي في الشرق ولا الغرب؟ قال لك بص، هي تقع من 10 ل 168 غربا. الرقمين فين؟ في الغرب، يبقى هي كلها في الغرب. الرقمين في الشرق، كلها في الشرق. الرقمين في الشمال، يبقى كلها في الشمال. حلو، يبقى هي كده كلها في الشمال
وكلها في الغرب. طب مستر خريطه حبيبه قلبي، هي هنا يا مستر امريكا الشماليه فيها كام دائره عرض رئيسيه؟ قال لك هم اثنين. واحد هنا اهو اللي هي الدائره القطبيه الشماليه درجتها 66.5 شمالا، وانزل تحت يا معلم عندك اهو مدار السرطان. يبقى كده يا مستر في الشمال دائره قطبيه شماليه، في الجنوب مدار السرطان. يبقى كده في كام دائره عرض عندها؟ هقول له 2. ماشي يا مستر، كده خلصنا من الموقع الفلكي لقاره امريكا الشماليه. خش على الموقع الجغرافي. مستر حضرتك كده يا مستر انت قلت لي المره اللي فاتت ان كلمه موقع جغرافي يعني ايه؟ يعني عايز اعرف القاره ديت يحدها ايه من الشمال، ويحدها ايه من الجنوب، ويحدها ايه من الشرق، ويحدها ايه من الغرب. طب انا واحد معلش يعني مش عارف الاتجاهات. بص يا معلم، فوقك الشمال، تحتك الجنوب. طب الشرق والغرب قال لك ايدك اليمين الشرق، ايدك الشمال الغرب، ايدك اليمين الشرق، ايدك الشمال الغرب. حلو. تعالى بقى نشوف امريكا الشماليه يحدها ايه من الشمال اهو المحيط القطبي الشمالي. ماشي. طب يحدها ايه من الشرق؟ المحيط الاطلنطي. تمام. طب يحدها ايه من الغرب؟ هقول المحيط الهادي. عظيم. طب يحدها ايه من الجنوب؟ قال لك البحر الكاريبي. البحر الكاريبي بتاع الكريب، بتاع ايه؟ بتاع الكريب. فقال لك هنا في الجنوب يحدها البحر الكاريبي زائد امريكا الجنوبيه طبعا. ماشي يا مصر. يبقى كده يا مصر امريكا الشماليه يحدها من الشمال محيط قطب شمالي، من الشرق محيط اطلنطي، من الغرب المحيط الهادي، طب من الجنوب بحر الكاريبي وقاره امريكا الجنوبيه. ماشي حلو. ده بالنسبه لامريكا الشماليه. خش على امريكا الجنوبيه. بص يا معلم، برضه هتكلم على الارقام، هتكلم على الموقع الفلكي، وركز في معلومه خطيره كانت بتيجي منهج قديم وخطيره جدا وبتلخبط اتباعها كتير. ستار هو بالنسبه لامريكا الجنوبيه من كام لكام؟ قال لك من 12 شمالا لحد 56 جنوبا. اقف بقى شويه. هل الرقمين شبه بعض؟ او عفوا هل الرقمين نفس الاتجاه؟ قال لك لا، في 12 في الشمال وفي 56 في الجنوب. محدش يقول لي كلها في الجنوب، لا معلش. ليه يا مستر؟ ما هي اسمها قاره امريكا الجنوبيه، اكيد في كلها في الجنوب. قال لك لا، مين اكيد لك المعلومه ديت؟ قال لك هي 12 في الشمال و56 في الجنوب، يبقى هي كلها في الجنوب. لا، هي معظمها في الجنوب. كلمة معظمها يعني الأغلبية في الجنوب، الأكثرية في الجنوب. طب بعضها في الشمال. حلو. قال لك هي معظمها في النصف الجنوبي. ماشي، دي معلومة مهمة جدا. طب بالنسبة لخط طول بقى، قال لك من 35 ل 81 غربا. الرقمين يا مستر، الرقمين نفس الاتجاه؟ قال لك يبقى هي كده فين؟ كلها في الغرب. كلها ايه؟ اقول له كلها في الغرب. عظيم. طب بالنسبه يا مستر لدوائر العرض، قال لك هي عندها اثنين برضه اهي. على فكره القاره ديت يطلق عليها القاره، ركز كده، المثلثيه. قاره ايه؟ واخد شكل المثلث، القاره المثلثيه. تمام. قال لك القاره ديت فيها كام دائره عرض رئيسيه؟ قال لك اثنين. هنا خلاص نخلي ده. هنا الاستواء، يعني الشمال في استواء، هي ال 12 اهي، دي ال 12. حلو. طب اللي تحت ال 56 في الجنوب، عندك هنا يعتبر في النص مدار الجدي. يبقى ركز، يبقى شمال امريكا الجنوبيه في الاستواء. حلو. طب جنوبها او مش جنوبها بقى، عند الوسط بتاعها اقول له فيه ايه؟ اقول له فيه الجدي. يبقى تاني هنا في الاستواء. طب هنا في النص شويه هقول له في ايه؟ في مدار الجدي. في مدار ايه؟ في مدار الجدي. عظيم. ده بالنسبه للموقع الفلكي. عندك استواء وعندك ايه؟ وعندك الجدي.
الموقع الجغرافي سهل جدا جدا، قال لك امريكا الشماليه شمالها بحر الكاريبي، سهله. تمام تمام. طب جنوبها، بص كده، هل جنوبها في حاجه؟ قال لك لا، مفيش حاجه، فاضيه، ملهاش جنوب، ملهاش جنوب يحدها. تمام. طب شرقها المحيط الاطلنطي، طب غربها المحيط ايه؟ المحيط الهادي. تمام. يبقى كده يا مستر امريكا الجنوبيه، ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ايه؟ هتلاحظ لو انت مذاكر ومدقق في الحصه ان شرق امريكا الشماليه هو شرق امريكا الجنوبيه، وغرب امريكا الشماليه هو غرب امريكا الجنوبيه. يبقى الحدود الشرقيه في الشماليه هي الجنوبيه، والحدود الغربيه في الشماليه هي برضو ايه؟ هي برضو الموجوده برضو في الجنوبيه. تمام. عظيم قوي الكلام ده. في بس كده معلومه هنقولها دلوقتي، برضو معلومه كويسه وجميله بالنسبه للمحيط الاطلنطي ده. الاطلنطي ده عندك هنا في قارتين جنب الاطلنطي، في قاره هنا اسمها قاره اوروبا، وفي قاره هنا اسمها قاره افريقيا. ماشي يا مستر، عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الامريكتين هنا في النص في مين؟ في اطلنطي. طب هنا في مين؟ اوروبا وافريقيا. يقول لك في الامتحان المحيط الاطلنطي بيفصل الامريكتين عن مين؟ سهل، هقول له اوروبا وافريقيا. اوروبا وايه؟ وافريقيا. حلو. طب المحيط الهادي هنا في قارتين مهمين، في واحده اسمها اسيا، في واحده هنا اسمها ايه؟ استراليا. المحيط يا مستر، المحيط الهادي هو اللي بيفصل برضه الامريكتين سواء شماليه او جنوبيه، بيفصلهم عن مين؟ عن اسيا وعن استراليا. عظيم قوي الكلام ده. طبعا ده كله مكتوب عندك موقع الجغرافيا اهو. عندك الشمال بحر الكاريبي بتاع امريكا الشماليه، عندك الشرق اطلنطي، عندك الغرب هادي، عندك هنا في تشابه، في تشابه بين القارتين، لان يا مستر هقول ان دي الشرقيه هي الغربيه، فالاطلنطي هنا والاطلنطي هنا، الهادي هنا هو الهادي هنا، والاثنين موجودين في النصف الغربي للكره الارضيه. الاثنين ايه؟ موجودين في النصف الغربي للكره ايه؟ للكره الارضيه. بعد كده هنتكلم على مين؟ هنتكلم على قارة، آخر قارة عندك اللي هي قارة استراليا. قبل بس لما اخش على استراليا عايز اقول لك تنويه صغير. حضرتك انت مش مطالب باللي مكتوب في الكتاب بس. انت مش مطالب باللي مكتوب في الكتاب بس. ليه يا مستر؟ في سنه من السنين في امتحان ثالثه اعدادي في الخريطه طبعا عندك، في الخريطه بيكون في درجتين. يكون اول سؤال عندك جاب لهم 3 نقط في الخريطه ما كانوش مكتوبين نصا في الكتاب، انما كانوا موجودين في الخريطه. انا مطالب بايه؟ انت مش مطالب بس باللي مكتوب في الكتاب، لا، باللي مكتوب في الكتاب واللي على الخريطه الاثنين. انت مطالب بايه؟ بالاثنين. فمثلا عندك فوق خالص هنا مثلا، يعني اقول لك ازاي تذاكر الاثنين. مثلا عندك في امريكا الشماليه في مضيق خدته زمان بس مش مكتوب في السنه دي، يجي لك عادي على فكره، اللي هو اسمه مضيق بيرنج. ايه؟ بيرنج. ده بيفصل بين امريكا الشماليه واسيا. واسيا اهي، امريكا ايه؟ الشماليه وقاره اسيا. تمام. فانت مطالب بكل حاجه اللي مكتوب في الكتاب واللي موجود على الخريطه. تعال بقى نخش على قاره استراليا. هتلاحظ حاجه، قاره استراليا انت كده دققت فيها هتلاحظ ان هي يطلق عليها القاره الجزريه. ليه؟ هي جزيره او عده جزر، وانت خدت ان كلمه جزيره هي يابس يعني ارض، والميه متحوطه بيها من جميع الجهات. الميه يا معلم متحوطه بيها من جميع الجهات، في الشمال والجنوب والشرق والغرب وهكذا. فدي ايه؟ مين؟ دي استراليا. تمام. تعالى بقى نشوف بالنسبه للموقع الفلكي
لاستراليا. قال لك استراليا من 10 ل 44 جنوبا كلها في الجنوب، خط طول 113 ل 178 في الشرق كلها في الشرق، ده كده كلها في الجنوب كلها في الشرق. تمام. طب مستر هي قاره استراليا هل في مدار بتمر بيه؟ اللي هو مدار ايه يا معلم؟ مدار الجدي، يعتبر واخد النص. واخد ايه؟ واخد النص. مدار ايه؟ مدار الجدي يعتبر واخد النص. تمام. ده بالنسبه لمدار الجدي. كده خلصنا من الموقع الفلكي. خش على الموقع الجغرافي. بص يا معلم، يلا هات الخريطه اشتغل معايا. قاره استراليا شمالها ايه؟ قال لك شمالها حاجه حلوه قوي، اسمه بحر ارافونا. امال ايه؟ اسمه مستر؟ لا، اسمه بحر ارافورا. اسمه ايه؟ بحر ارافورا. بحر ارافورا وبحر تيمور. مين؟ تيمور. فانت عندك بحر ارافورا وعندك بحر تيمور في الشمال. عظيم. طب عندك في الشرق يحدها ايه؟ محيط هادي. طب في الجنوب ركز قوي في الجنوب والغرب. قال لك في الجنوب يحدها محيط هندي. طب في الغرب برضه هندي. فانت عندك الهندي هنا والهندي هنا. يبقى هنا مثلا عيد تاني. يبقى قاره استراليا يحدها ايه من الشمال؟ بحر ارافورا وبحر تيمور. طب يحدها ايه من الجنوب؟ قال لك المحيط الهندي. طب من الغرب برضه هندي. طب من الشرق هقول له ايه؟ المحيط الهادي. دلوقتي هنتكلم على الاهميه الاستراتيجيه. مستر هو احنا خدنا الكلمه دي امتى؟ قال لك انت خدتها في اولى اعدادي وخدتها في ثانيه اعدادي. فانا هقول لك يعني ايه دلوقتي اهميه استراتيجيه. قال لك تعريفها هي الاهميه وقت الحرب ووقت السلم. الاهميه ايه؟ وقت الحرب ووقت السلم. تمام. طب مستر انا خدت في اولى اعدادي وخدت في ثانيه وكنت بقول لك دايما حضرتك لمحت سؤال او اي حاجه فيها اهميه استراتيجيه قول كده. انا هتكلم عن حاجه واحده بس، هتكلم على حاجه اسمها الممرات المائيه. ايه؟ الممرات المائيه. يعني انا ايه الممر المائي اللي انا بتحكم فيه؟ يعني مثلا خدنا في افريقيا ان كان في ممر مهم جدا اللي هو اسمه قناه السويس مثلا. خدنا السنه اللي فاتت في اوروبا كان عندك مضيق جبل طارق. فدي اسمها اهميه ايه؟ دي اسمها اهميه استراتيجيه. يبقى حضرتك لمحت كلمه اهميه استراتيجيه اقول له ايه؟ هتكلم على ايه؟ قال لك هتتكلم على الاهميه ديت يعني الممرات المائيه. طب مستر هي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا هل عندهم اهميه استراتيجيه؟ قال لك ايوه. مستر ايه هي؟ ايه هي بقى؟ قال لك اللي هي قناه بنما اللي قلت لك هقول الحصه اللي ايه؟ الحصه اللي جايه. قناه ايه؟ قناه بنما. مستر قناه بنما دي مهمه؟ قال لك مهمه جدا جدا جدا. قناه بنما زيها زي قناه السويس. ليه؟ قال لك الاثنين بيسهلوا التجاره العالميه. الاثنين بيسهلوا ايه؟ التجاره العالميه. ماشي. طب يا مستر هو قبل قناه بنما كانت الدنيا عامله ازاي؟ قال لك والله موضح عندك في الخريطه. قال لك قبل لما نعمل قناه بنما كان الدنيا ماشيه ازاي؟ قال لك الناس في الامريكتين كانوا بينزلوا من هنا، بيقعدوا ينزلوا كده عشان يتاجروا. يا نهار ابيض يا مستر، ده هنا بتاخد وقت كتير ومسافه كتير. مسافه كبيره. صح. طب يا مستر بعد لما عملنا قناه بنما ايه اللي حصل؟ قال لك اكيد اختصرنا الوقت والمسافه. اكيد يا معلم اختصرنا الوقت والمسافه. فقال لك هنا بعد لما قناه بنما عملناها ايه اللي حصل؟ قال لك يمشوا منين؟ اهو الاخضر عندك اهو، ونجيب لهم تاني اسود اهو، يمشوا من هنا. يبقى كده يا مستر بعد قناه بنما، طبعا قناه بنما دي قناه اصطناعيه بشريه زيها زي قناه السويس. زيها زي مين؟ زي قناه السويس. فكده يا مستر ايه الاهميه؟ الاستراتيجيه لقارات العالم الجديد؟ هقول له ان هي بتسهل التجاره العالميه. ليه؟
عن طريق وجود قناه بنما. طب قناه بنما مهمه؟ مهمه في ايه؟ هقول له التجاره الخارجيه يتم تسهيلها. فقال لك هنا مهمه في ايه يا بنما؟ والله انا مهم ان انا بربط المحيط الاطلنطي وهادي. اطلنطي هنا وهادي هنا، تربطهم وتربط الاطلنطي بالهادي، ماشي. طب ايه نتيجه وجود قناه بنما؟ اقول له اختصرت الوقت والمسافه. اختصرت ايه؟ الوقت والمسافه. فقال لك هنا اختصار الاف الكيلومترات التي كانت تقطعها السفن. يعني اختصرنا ايه؟ اختصرنا الوقت والمسافه. عظيم. طبعا انا بيقول لك قناه بنما دي اللي عملتها الولايات المتحده الامريكيه في بنما، ماشي. طبعا هي قناه اصطناعيه بشريه، زيها زي قناه ايه؟ زي قناه السويس. تاني اهميه، الاهميه الاقتصاديه. انا كنت زمان بقول ايه بقى؟ في افريقيا واسيا واوروبا، اول لما تشوف كلمه اهميه اقتصاديه هتتكلم على حاجتين: موقع فلكي وموقع جغرافي. موقع ايه؟ فلكي وموقع ايه؟ وموقع جغرافي. حلو يا مستر. طب دلوقتي انا هتكلم عن ايه؟ قال لك والله هتتكلم اكتر على الموقع الفلكي. يبقى هنا يا مستر الاهميه الاقتصاديه لقارات العالم الجديد، اقول له عندك 3 اهميات. اول حاجه هتكلم على الموقع الفلكي، اشوف ايه نتيجه الموقع الفلكي. خدها قاعده. دلوقتي مثلا انت المناخ عندك مختلف، والمناخ عن صاحبك مش زيك خالص، والمناخ عن صاحبك الثالث مش زيك خالص. هل كده انتوا ال3 شبه بعض؟ لا، احنا عندنا تنوع في المناخ. يبقى نتيجه تنوع المناخ اكيد مثلا الزرع والمحاصيل عندك هتتشابه ولا تختلف؟ ولا لا؟ هتختلف، او اسمها هتتنوع. طب الحيوانات هتتنوع. طب البيئات برضو كلها هتتنوع. كلها ايه؟ كلها هتتنوع. تمام. فقال لك هنا بالنسبه للاهميه الاقتصاديه، قال لك اول حاجه نتكلم على موقع الفلكي الامريكتين. واكتب كده عندك سؤال: ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي الامريكتين؟ نقول له نتيجه ده ادى ذلك الى تنوع النظم البيئيه. ايه؟ تنوع النظم البيئيه. مين؟ تنوع النظم البيئيه دي نتيجه الموقع الفلكي. تمام. دي اول اهميه عندك. تاني اهميه عندك ان قارات العالم الجديد خصوصا الامريكتين الشماليه والجنوبيه عندهم حاجتين: عندهم طاقه احفوريه وعندهم اراضي زراعيه. اشرح بقى. ايه الطاقه الاحفوريه؟ عندهم فحم، عندهم بترول، عندهم غاز طبيعي. دي اسمها الطاقه الملوثه، او اسمها الطاقه الغير متجدده، عكس النظيفه. تمام. وعندهم اراضي زراعيه كتير نتيجه ان هم عندهم سهول. دي الحصه الجايه ان شاء الله. يبقى كده يا مستر بالنسبه للموقع الفلكي عرفنا نتيجته. هقول له تنوع النظم البيئيه. وتاني اهميه هقول له ايه؟ الامريكتين عندهم حاجتين: عندهم طاقه احفوريه، وعندهم اراضي زراعيه. يبقى طاقه احفوريه وايه؟ اراضي زراعيه. تمام. ثالث اهميه قال لك عندهم احتياطي لمعادن زي اليورانيوم والحديد، خصوصا استراليا. مين؟ استراليا. يبقى تاني يا مستر. يبقى كده يا مستر الاهميه الاقتصاديه لك في الامتحان بما تفسر. ليه يا مستر؟ ليه يا مستر قارات العالم الجديد عندها اهميه اقتصاديه؟ اول حاجه هتكلم على الموقع الفلكي، هعرف ايه نتيجته. تاني حاجه هقول انهم عندهم طاقه احفوريه واراضي زراعيه. تالت حاجه هقول له ايه؟ هقول انهم عندهم احتياط للمعادن زي يورانيوم وحديد. زي دوله او زي قاره استراليا. ده بالنسبه للاهميه الاقتصاديه. بعد كده عندك الاهميه الحضاريه. مستر قلنا في اولى وثانيه اعدادي حضرتك لمحت كلمه اهميه حضاريه هتقول له قامت على ارضها عده حضارات. طب مستر بعد اذنك كده، هي مش الحضاره دي حاجه قديمه؟ طب الامريكتين دي مش حاجه جديده؟ طب ازاي كان عندهم حضاره؟ لك بص يا معلم،
هنا في الاهميه الحضاريه هتكلم على حاجتين. ركز كام حاجه؟ حاجتين مستر. ايه هما الحاجتين؟ قال لك اول حاجه هتكلم على كان عندهم الهجرات. كان عندهم ايه؟ الهجرات. وكان عندهم حضارتين مهمه جدا جدا جدا. واحده اسمها مايا صاحبتك او صاحبتك بقى يلا. وواحده اسمها ايه؟ واحده اسمها الانكا، مش التنكا، الانكا. بتاعنا يا مستر. يبقى انا عندي الاهميه الحضاريه. عندي ايه؟ الاهميه الحضاريه. عندك اول حاجه هتكلم فيها كان في هجرات شرحها دلوقتي، وكان عندك حضارات. هجرات وحضارات، هجرات حضارات. حلو. قال لك الاهميه الحضاريه لموقع قارات العالم القديم اهميه حضاريه. دلل. ايه الدليل؟ قال لك بص، زمان لقينا ايه؟ بتوع افريقيا وبتوع اوروبا وبتوع اسيا هاجروا الى الامريكتين. لما واحد يهاجر او يخش على دوله جديده مش دولتك، الشخص ده واحد مثلا الماني راح امريكا الجنوبيه، راح الارجنتين، راح البرازيل، هل هو ثقافته زيهم؟ لك لا. فكده يحصل امتزاج الثقافات او التقاء الثقافات. صح؟ قال لك اه. قال لك اهو ده اللي حصل عندهم. اهو ده اللي حصل ايه؟ اهو ده اللي حصل عندهم. فقال لك هنا بنقول ان الاهميه الحضاريه حصل ايه؟ قال لك الامريكتين كانوا مركز لالتقاء الثقافات الاوروبيه والافريقيه والاسيويه. ليه يا مستر؟ عشان الهجرات. كان في ايه؟ هجرات. حلو. كده اتكلمت اول حاجه على ايه؟ على الهجرات. طب خش على الحضارات. قلت قال لك ظهرت عده حضارات في قارات العالم مين؟ الجديد. زي البت مين؟ البت مايا. البت مين؟ البت مايا. والبت التنكا اللي اسمها الانكا. يبقى عندك هنا حضارتين ظهروا. عندك حضاره المايا وعندك حضاره الانكا. طب مستر نفسي اعرفهم فين؟ قال لك بص يا معلم، البت مايا في المكسيك. البت مايا فين؟ في المكسيك اهي. حضاره مايا عندك اهي في المكسيك. تمام. طب البت الانكا عند جبال الانديز اهي في امريكا الجنوبيه. في امريكا يا معلم، في امريكا الجنوبيه. ده بالنسبه للاهميه الحضاريه. يبقى الاهميه الحضاريه كام حاجه؟ حاجتين. هجرات حضارات، حضارات هجرات اهي. ده بالنسبه للاهميه الحضاريه. كده النهارده خلصنا خلاص اول جزء عندك في الدرس. يبقى النهارده اتكلمنا على ايه؟ النهارده اتكلمنا على قاره امريكا الشماليه، قاره امريكا الجنوبيه، واستراليا. اتكلمنا بالتفصيل موقع فلكي، خدنا موقع جغرافي، وخدنا الاهميه بقى الحضاريه والاهميه الاستراتيجيه والاهميه ايه؟ اخر حاجه كانت الاهميه راحت فين؟ تاهت مني، اللي هي بسم الله الحضاريه. فانت عندك كام اهميه؟ عندك اقتصاديه، عندك حضاريه، وعندك استراتيجيه. كده خلصنا من النص الاول من الدرس الاول. ما تنساش تذاكر الدرس كويس عشان الحصه ان شاء الله، سواء كنت معايا في السنتر او طالب اونلاين. لازم بسمع لك وبنحل مع بعض امتحان. انت الاول بتحله وانا بحله بعد كده. ذاكر كويس وان شاء الله اشوفك الحصه الجايه.